أهلا بيكم في حلقة جديدة من ضحكتنا الحلوة. الأمثال الشعبية ساعات بتبان غريبة أو ملهاش معنى، لكن لما بنعرف القصة اللي وراها بنكتشف إن وراها موقف حقيقي اتقال فيه المثل واتنقل بين الناس لحد النهاردة. مثلنا النهاردة بقى من الأمثال اللي كتير مننا بيقولها من غير ما يفكر خالص. اللي ما يعرفش يقول عدس. طب يا ترى ايه علاقة العدس بالقصة؟ تعالوا نعرف من مين. من مجدي هيقول لنا القصة من طقطق لسلام عليكم. يلا نبدأ، يلا بينا. والمثل ده يا رانيا إن في يوم من الأيام كان في حرامي دخل سرق فلوس من دكان بتاع غلال اللي هم العطارين دلوقتي، وأول ما أخد الفلوس جري بسرعة جدا علشان يهرب. صاحب الدكان شافه وجري وراه، وهو بيجري اتكعبل في شوال عدس. الشوال طبعا اتفتح والعدس اتفرش كله على الأرض، والناس اللي كانوا في الشارع شافوا المنظر، افتكروا ان الحرامي واخد شوية عدس علشان جعان، وقالوا لصاحب الدكان: هو انت قاسي كده ليه؟ ده كله عدس. لكن صاحب الدكان قال الكلمة المشهورة: اللي ما يعرفش يقول عدس. يعني اللي ما يعرفش الحكاية من اولها يا رانيا هيفتكر الموضوع تافه ومش مهم. تخيل ان فعلا المثل ده بينطبق علينا في حاجات كتيرة جدا في حياتنا. يعني ساعات الناس بتحكم علينا من غير ما تعرف القصة كاملة، ودايما بتاخد بالظاهر قدامها. ده فعلا ينطبق على حال البشر، وبكده نكون عرفنا ان المثل الشعبي اللي ما يعرفش يقول عدس اتولد من موقف بسيط جدا في السوق، لكنه فضل يتقال لحد النهاردة كحكمة على التسرع في الحكم. شوفوا، الأمثال الشعبية مش بس بتضحكنا، لأ، هي كمان بتعلمنا إن لازم نعرف القصة كاملة قبل ما نحكم حد. استنونا في حلقة جديدة ومثل جديد، وياريت لو تشاركونا بالأمثال بتاعتكم، واوعوا تنسوا تعملوا اشتراك في القنوات بتاعتنا والفيديوهات كمان. ايه رأيكم؟ باي باي، انتظرونا.